السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. الفيديو النهارده جايبه لكم فيديو عن ازاي تتعلمي تركبي جهاز الاكسجين في البيت. تمام، تابعي معايا الخطوات بتاعته. اهو يا حبايبي الجهاز اللي بقول لكم عليه جهاز الاكسجين ده اليومين دول مهم جدا يكون في كل بيت. عشان خاطر الامراض اللي منتشره في الجو اليومين دول، عشان الحفاظ على الاطفال وكده. دون بصي انت بتجيبيه، هو مش غالي قوي. بالنسبة للأسعار اللي احنا فيها دلوقتي هو ممكن يبقى عامل 300 350 400، مش عارفة والله، بس هو أحسن لك كتير قوي من ان انت تعملي كل يوم جلسة. الجلسات دلوقتي بقت بتوصل ل50 جنيه، فحاجة يعني الله المستعان، ربنا يعيننا كلنا. بصوا ده الجهاز يا بنات، اهو هقولك تستخدميه ازاي. هو سهل جدا، انا في الاول ما كنتش طبعا بعرف اعمله خالص، بس مع الوقت بقى اتعلمت. بصوا بقى، ده مكان السلك بتاعه، بتطلعيه من هنا بس بالراحة، ما تشديش جامد عشان ما يتقطعش منك. تمام، وبتفتحي المكان ده. ماشي، والخرم ده انت هتحطي فيه، هتوصلي فيه الماسك، وده الزرار طبعا اللي هتدوسي عليه تشغلي بيه الجهاز. ماشي، الماسك بتاعك بقى هتجيبيه على حسب ما انت ابنك بقى لسه صغير. يعني هو بيبقى اعمار، بتقولي للصيدلي انا ابني عمره كذا وبتجيبيه، عشان هو بيبقى اعماره مقاسات. تمام، بتجيبيه اهو الماسك اهو. تتأكدي ان الماسك محكم كويس جدا عشان خاطر الدواء ما يقعش منه، وتسلكيه حلو عشان خاطر الهوا يعني يمشي فيه كويس. تمام، اهو تسلكيه كويس جدا. وبصي بتوصليه بقى في الخرم ده، وتتك عليه جامد، تأكدي ان هو معمول كويس عشان خاطر يعني يوزع الاكسجين حلو. اهو ده الماسك، طبعا قلتلكوا على حسب الاعمار. ماشي، تأكدي ان هو مقفول كويس، اهم حاجة من الحتة دي ومن الحتة دي، لان ساعات الدواء بيقع منه وانت ممكن ما تكونيش واخدة بالك. تمام، اهو يا بنات بصي بقى، دي بتفتحيها وتحطي فيها الدواء اللي الدكتور كاتبهولك، على حسب بقى كاتبلك ايه بالظبط. مهم. وحاولوا يا بنات على قد ما تقدروا تحافظوا على الاولاد اليومين دول، عشان خاطر الفيروس اللي في الجو دون، ربنا يعني يعيننا ويحفظ الاولاد كلها يا رب. بصي طبعا انت هتجيبي المحلول ده، خليه برضو عندك في البيت، مهم جدا. وتجيبي عندك السرنجة، هتسحبي على حسب الدكتور ما قايلك 3 سنتي 2، على حسب. تمام، اهو وتخرجي الهواء منه كويس جدا، الهواء من السرنجة. ماشي، اهو شايفين، يعني مش عارفة الكاميرا مبينة قوي، بس يعني هو كويس. وده الدواء اللي كان الدكتور كتبه لابني، يعني بيبقى فيه فركولين وبلمكورت، وفيه يعني انواع كتير جدا، فانت على حسب الدكتور كاتبلك ايه بالظبط. برضو الحاجات دي بتبقى بالسنتي يا بنات، تخلي بالكم كويس جدا. بعد كده يا بنات هتفتحي الماسك من الحتة دي كده، تمام، عشان تحطي فيه الدواء. هتحطي المحلول، وبعد كده تحطي الدواء اللي الدكتور كاتبهولك. اهم حاجة يا بنات تتأكدوا ده بيبقى بالسنتي بالظبط. ماشي، اهو. وبعد كده تجيبيها تقفليها كويس جدا زي ما قلتلكوا، تخلي بالكوا لان ايه، الدواء ممكن يقع منها. تأكدي يعني منها ان هي مقفولة كويس جدا ولا لا. تمام، اهي انا قفلتها كويس جدا. ماشي، عشان خاطر الدواء ما يقعش. وادي الجهاز اهو، هتدوسي على الزرار طبعا زي ما قلتلك في الاول، هتدوسي عليه، ده اللي بيشغلها، وهتدوسي عليه. ماشي، مهم جدا بقى يا بنات ان البخار ده يطلع منها. لو البخار ده ما طلعش من الماسك كده، يبقى الماسك مش شغال، في حاجة غلط. تفكي تاني وتجربي. وبصوا يا بنات بقى، عشان تيجوا تركبوا الماسك لازم يكون بالشكل ده، يبقى واقف كده عشان خاطر يطلع منه البخار كويس. تمام، انا مش عندي حد للاسف اجربه عليه، بس هو لازم يبقى الماسك معدول كده وواقف، وتقدري تتحكمي في الطفل عشان الدخان يطلع والدواء يطلع كويس.
بس كده يا بنات، اول ما البخار يخلص يبقى كده العلاج خلص فيها وبس. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش يا بنات الاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل حاجة جديدة انا هعملها. وربنا يحفظ يا رب ان شاء الله اولادنا كلنا.